بص يا معلم، الاهلي خسر من فلامينجو 4-2 وخرج من كاس العالم للانديه من غير حتى ما ياخد بديله المركز الثالث. بس انا نفسي افهم ليه مارسيل كولر بيعمل حقل تجارب في الماتشات المهمه اللي زي دي. المهم مش هكلمك في الماتش كتير لان انا عايز انام، وبصراحه مش هتفرج على ماتش الريال والهلال السعودي. بس انا جاي اعرفك ايه هي اسباب الخساره. بالنسبه للزملكاوي اللي عايز يحفل فحفل براحتك يا عم، بس ما تنساش ان انا رابع كاس العالم للانديه وانت دلوقتي في المركز السادس في الدوري المصري، وخسرت اول ماتش ليك في دوري ابطال افريقيا على ارضك من شباب بلوزداد الجزائري. وعايز اقول لك ان ده اول فوز للفرق الجزائريه على ارض مصر. فمش هطول عليك، سريعا هقول لك الاخطاء اللي بسببها خسر النادي الاهلي من فلامينجو بنتيجه 4-2 ونخرج من كاس العالم للانديه من غير حتى ميداليه المركز الثالث. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده. ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ النادي الاهلي بيخسر من نادي فلامينجو باربع اهداف هديه من لاعبي الاهلي مقابل هدفين لاحمد عبد القادر، وبكده الاهلي خرج من كاس العالم للانديه النسخه دي من غير ما يحقق ميداليه المركز الثالث. اولا سؤالي هنا لمارسيل كولر، هو انت ليه بتالف وبتجرب في الماتشات الكبيره 4-4-2؟ ليه تحط محمد شريف المشلول جنب بيرسي تاو العاجز؟ انا مش فاهمك انت بتعمل ايه. طب حسين الشحات ما لعبش الماتش من اوله ليه؟ هو انت عامل معاه باقه ماتش وماتش؟ محمد شريف وبيرسي تاو بيعملوا ايه طول الماتش؟ سيبك من الماتش، عملوا ايه طول حياتهم عشان تنزلهم في ماتش زي ده وتخليهم قاعدين لحد اخر دقيقه؟ طب بص الانفراد ده بتاع محمد شريف، طب انا ازاي هقنع احفادي ان الكره دي ما دخلتش جول؟ ازاي يعني؟ اول هدف لفلامينجو من ركله الجزاء هديه من علي معلول. احمد عبد القادر الله يبارك له سجل هدفين وبقينا 2-1 والدنيا حلوه قوي وكنا ماسكين كوره. بعدها محمد شريف ضيع الانفراد ده وعلي معلول ضيع ضربه جزاء وخالد عبد الفتاح اتطرد. بعد كده الشناوي بيهديهم هدف التعادل، محمد هاني بعد ما نزل بيديهم ضربه جزاء مكافاه لمجهودهم، وديانج في نفس الدقيقه اللي نزل فيها عمل لهم اسيست. مفيش اروع من كده. خلاصه البطوله دي كلها واللي طلعنا منه من البطوله دي كلها محمد شريف، محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو لازم يكونوا بره النادي الاهلي. شريف وقفشه وتاو ضيعوا مجهود الفريق في بطوله كامله. وبصراحه محمد شريف وقفشه وبيرسي تاو هم فقاعه صنعها دفاع الزمالك. الناس دي حرفيا لو فضلت في الفريق هيضيعونا. محتاجين راس حرب محترم وباك شمال محترم وصانع العاب محترم. ثلاث صفقات دول بقالنا سنه بنتكلم فيهم ان الفريق ناقصه راس حربه وصانع العاب وباك شمال، ودول اهم ثلاث صفقات الفريق محتاجهم، والمفروض ان هم كانوا يتعملوا في الانتقالات الشتويه. ما جوش ليه بقى؟ انا مش عارف. طب هل انتوا مش لاقيين لعيبه، ولا مثلا معكوش فلوس، ولا انتوا مستخسرين ومش عايزين تفكوا الكيس وتدفعوا قرشين؟ لازم مجلس الاداره يتحرك ويفكر في الصفقات دي، لان بالمنظر ده احنا مش هناخد ولا بطوله الموسم ده. الاهلي شارك في كاس العالم للانديه كضيف شرف وخرج من غير ميداليه، والسبب في ده هو بعض اللعيبه بمساعده مارسيل كولر اللي بيحاول كل ماتش يالف في الخطه. فلامينجو فريق مش قوي ولا حاجه، كان في ايديك تكسب وفعلا كنت متقدم عليه، ولكن لاجل رعونه بعض اللاعبين في النادي الاهلي اهدوهم الفوز. هم كده المصريين في عرق كده لما بينقح عليهم ما تعرفش توقفه او تسكته، وللاسف العرق ده نقح على بعض اللعيبه في ماتش ريال مدريد وماتش فلامينجو. وفي النهايه شكرا مارسيل كولر وشكرا الجهاز الفني، مجهود رائع. شكرا محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وحسين الشحات واحمد عبد القادر. متهيألي مفيش اي لاعب تاني يستحق الشكر على مجهوده غير المجموعه اللي انا قلتها. الفريق الوحيد اللي في البطوله لعب 4 ماتشات، كل الفرق التانيه لعبوا ماتشين او 3، لكن الاهلي لعب 4 ماتشات. 4 ماتشات قويه وصعبه، وكل ماتش بيكون اصعب من اللي قبله. فبصراحه عملتوا مجهود ممتاز، كان ناقصه بس الروح والتركيز. صفحه واتقفلت. الاهلي شارك في بطوله كاس العالم للانديه كضيف شرف وخرج من غير ما يحقق اي مركز. ونسيب كاس العالم للانديه وما نفكرش فيه، صفحه واتقلبت ونركز في البطولات اللي جايه. اول ماتش الاهلي هيكون في دوري ابطال افريقيا مع الهلال السوداني في السودان يوم السبت 18 فبراير الساعه 3. الماتش اللي بعده هيكون في الدوري مع نادي اسوان عندهم في اسوان يوم الثلاث 21 فبراير الساعه 3 الا ربع. يعني الاهلي هيلعب في دوري ابطال افريقيا في السودان يوم 18/2، والماتش اللي بعده هيكون بعد يومين بس في اسوان. يعني المفروض ان الاهلي هيرجع من السودان من بره على اسوان.
ابتدينا الهبل والاستعباط بدري قوي الموسم ده. وبعد ماتش اسوان اللي هو يوم 21 الاهلي هيقابل صن داونز في القاهره يوم 25 فبراير، فلازم اداره النادي الاهلي تتدخل وباسرع وقت وتشوف حل مع اتحاد الرابطه واتحاد الكوره ولجنه المسابقات. وبكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا السريعه من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.